تعالوا بقى معانا كده اهوت نشوفوا اللحظة الحاسمة بتاعة البسارية. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفة اوي. انا حطيتها في اكياس كتير، عايزة اقول لكم ملهاش ريحة اصلا، يعني كأن مفيش ريحة في المطبخ. ولا كأن في ريحة بسارية ولا كأن ريحة اي حاجة. هي بس اخر كيس بس اللي الريحه ظهرت دي. بسم الله الرحمن الرحيم. خايفه قوي. ريحتها تحفه تحفه. كده بسم الله الرحمن الرحيم. احار كمان، اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. سبت البسارية يوم كامل في التلاجة في مصفى زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تنزل ميتها كلها. بعد ما غسلتها كويس جدا 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 بالمية وحطيتها في مصفى عشان تتصفى لحد المية ما تبقى بيضة معاكي. بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، في طبق بقى هنحط ننزل ب3 معالق ملح كبار على كيلو بسارية. 3 معالق ملح كبار ومعلقة كركم ومعلقة بابريكا. هنقلب بقى كل ده كده مع بعضه. انا هنا بقى زودت شطه كده، حبه شطه صغيرين عشان الشطه اللي انا جايباها دي حاميه جدا. فانا يعني حطيت كده على سن على حرف المعلقه الصغيره. هنا بقى معايا علبه نضيفه، هرش كده حبه وحبه بسارية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفردها كده وهنزل بمعلقه من الخلطه اللي انا عاملاها علشان تتملح كويس، حبه وحبه لغايه ما اخلص الكميه كلها. بعد كده بقى باقي الخلطه اروح حطها كده على وشها. بعد كده بقى حبه زيت كده على الوش، وهقفل بقى العلبه كويس عشان ما يخش لهاش هوا وتستوي معايا بسرعه. بعد بقى ما قفلت معايا العلبه بتاعتي كده بالشكل دوت، هحطها بقى في اكياس عشان تمنع الهوا من دخولها والبسارية معايا تستوى وما تبص مني. لفيتها بقى بكذا كيس كده اهوت بالشكل ده كده اهوت. بقيت احط الاكياس كده اهوت خلف خلاف عشان ما يخشش اي هوا جواها كده. وهفضي كده اكياس بايديا من الهوا، احطها كده بقى في مكان دافي عشان تستوي. شايفين التفاصيل؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لا احنا بقى نجيب عيش ونجيب طبق كده نطلعه كام واحده وننزل كده بالليمون. شايفين التفاصيل؟ نحط بقى ليمون، ننزل بقى بالليمون كده وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم تحفة، اقسم بالله تحفة وتستحق التربية. تستحق التربية ولا التربية. إن عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني على صفحة أميرة مجدي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.